انت ما دفنتنيش ليه؟ دي الجملة اللي قالها لي ابويا. القصة دي حقيقية، حد من المتابعين بعتها لي، يمكن تكون سبب ان الناس تدعي لوالده بالرحمة. يلا بينا نبدأ. انا اسمي محسن، وبحكي القصة دي وانا جوايا شخص تاني. ايوه، لاني جوايا جن، بس قادر احكي شوية. القصة بتبدأ لما ابويا توفى بعد صراع شديد مع المرض. كان في غيبوبة وبعدها مات قدام كل الناس. ابويا توفى، بس قدامي انا هو لسه عايش، لاني مش قادر استوعب انه توفى وهو زعلان مني. انا عايش بتأنيب ضمير بيصحيني كل ليلة اني كنت بعيد عنه. دايما بنتخانق، دايما كنت حاسس اني بكرهه، والسبب انه كان دايما بيفضل اخويا عليا من واحنا صغيرين. والاحساس ده زرع جوايا كره كبر وسكن وساب اثر لسه عايش جوايا لحد دلوقتي. المهم يوم الدفنة أنا كنت راجع من مطروح بعربيتي، لأني بالمناسبة أنا مهندس بترول وشغلي في قلب موقع في صحراء مطروح 4 ساعات جوه الصحراء في مدقات وطريق صعب جدا. لما سمعت خبر وفاته لا إرادي سبت شغلي ودورت عربيتي وفضلت ماشي